السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين إيه يا حبايبي؟ يا رب كلكم تكونوا بخير واسمع عنكم كل خير يا رب كده وسعة وهنا يا رب عليكم يا رب يا حبايبي. انتوا عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ ان شاء الله مع بعض كده هنعمله الفطير المشلتت كده سهل جدا وبسيط. انا طبعا مش عارفة اقطعه من سخونيته. بص مروق وبسم الله ما شاء الله. بص فيه كذا رئة. هما فطيرتين بس بحطهم مع بعض. واللي انتوا شايفينه ده طبعا حاطة قشطة كده مع عسل نحل. حبيتي عسل اسود؟ اي حاجه منك زي العسل. انتوا ناس عسلات ما شاء الله عليكم، ربنا يحفظكم يا رب. بص هنحط كده اهو كيلو دقيق ورشه ملح ورشه سكر. سنة كده على النبي عليه الصلاة والسلام. صلي على الحبيب أكيد. صلاة النبي كده وحشتك. صلي عليه. اللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد. طبعا هنعجنه العجينة وقرصناها. بعد ما عجناها كويس تعجنيها كويس جدا. وبعد كده بتقرصيها وتسيبها تريح. بصي العجينه بقى وانا بفردها دلوقتي باين عليها ما بين وهي متقرصه مش متريحه ودي متريحه زياده عن اللزوم، يعني حط لها ساعتين. اتركي العجين كده بس اهم حاجه خطيه وشه عشان ما ينشفش معاكي. دي اهم حاجه. وبعد كده سيبيه بقى كل ما يريح كل ما يتيكي احلى فطير مروق هاشش كده. شايفه الفطيره؟ تنفضيها كده وتروح وتيجي معاكي. بسم الله ما شاء الله. احلى فطير الصراحه يعجبكم جدا. يعني اللي اول مره تجربيه ان شاء الله تجربيه كده. هو ده اهم حاجه في الفطير كله اللي انت تريحيه. عملنا فطيره فردناها. بنحط الفطيره التانية. تبقى فطيره كده بسم الله ما شاء الله ملحمه كده ومننا مرقق فيها كسراء كده بسم الله ما شاء الله. تبارك الرحمن. منتهى الجمال. احلى فطير الصراحه. استمنى اللي هو يعجبكم كده ويبقى حلو. بص الفطيرتين مع بعض كده اهوت بتحطيهم مع بعض كده. على جنب. طبعا الكيلو فطير عمل معايا. لو هما فطيرة كبيرة زي ما انت شفتيها كده الفطيرة الكبيرة 4 فطاير. الكيلو دي بالظبط. عايزة تعملي كل فطيرة لوحدها طبعا الأربعة هتقسميهم هيبقوا 8 فطاير. وهيبقوا أحلى 8 فطاير عندك. تأكلي بقى أولادك وتشبعيهم. وإن شاء الله يبقى فطير كويس وحلو عليكم. بصي دي فطيرة واحدة. شايفة طالعة مربعة كده اهوت تعمليها مربعة كده وتبقى جميلة ازاي. بصي طبعا مقرمشة وجميلة. تحطي بقى عليها السكر البودرة. تاكليها مع كوباية لبن حليب. هتبقى فطير هيبقى فطير هيعجبك خالص. وبصي الفطيرتين 3 فطاير اهم وقلت لهم كل فطيرة لوحدها. لو حبيتي تعملي كل فطيرة لوحدها تمام على حسب الأسرة اللي عندك. حبيتي تعملي فطاير كبار كده هتحطي كل فطيرة تحطي فيها الفطيرة التانية زي ما انا وريتك كده يا حبايبي. اللهم صيت وسات اللهم صيت وبارك على سيدنا